ازاي ممكن نقدر نبرمج لعبة الشطرنج عن طريق الذكاء الاصطناعي، نعملها كتطبيق على التليفون بتاعنا. وعلى فكرة احنا النهاردة هنستخدم التليفون في البرمجة. على فكرة انت مش لازم تبقى تعرف اي حاجة خالص عن البرمجة، يعني مش محتاج تقدر تعرف سطر برمجي واحد ولا كلمة برمجية واحدة. كل اللي هنعمله هيكون عن طريق الذكاء الاصطناعي. هنجيب حد هنشغله عندنا حرفيا كل اللي هنقول له اعمل لي القوائم دي هيعمل، اعمل لي اللعبه بالشكل ده اعمل كش ملك يعمل كش ملك. وهنصمم اللعبه بطريقه ذكيه جدا وهنستخدم صوره، يعني من الاخر كده هنروح نجيب صوره لعبه الشطرنج من على النت ونخلي الذكاء الاصطناعي يصمم لنا اللعبه عن طريق الصوره دي. الذكاء الاصطناعي هيخلينا نصمم اللعبه كتطبيق ونقدر نرفعها عن طريق جوجل بلاي، ونقدر نعمل دخل كويس عن طريق اللعبه لو رفعناها عن طريق جوجل بلاي. احنا نشرح على المحاكي، يعني كل اللي انت هتشوفه بعينك ده تقدر تنفذه عن طريق التليفون بتاعك. عايزك تركز معايا عشان تفاصيل حلقه النهارده هتبقى من احلى التفاصيل اللي انت هتستمتع وانت بتعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ كالعاده معاكم خالد اخوكم ودي قناتكم سيبوني اتعلم. اكتر تعليق كان ايجابي الحلقه اللي فاتت هو ده التعليق، وده صاحبه خشوا ادعموه لان هو فعلا يستحق الدعم. طبعا احنا لما نبرمج لعبه عن طريق الذكاء الاصطناعي ممكن نرفعها عن طريق جوجل بلاي ونرفع اللعبه ونحط اعلانات ويبقى لينا مصدر دخل كويس عن طريق اللعبه. طبعا انا هخليك تعمل لعبه احترافيه وكل حاجه، ولكن قبل ما تفكر تعمل اللعبه لازم تفهم نقطه مهمه جدا، ان انت لازم تشغل دماغك. يعني مش الكلام اللي انت هتاخده مني كوبي بيست كده على طول تنقل، لا، عايزك تفهم الالجوريزم اللي شغال بيها الاي اي عشان تقدر تطور اللعبه بتاعتك. يعني انا هوريك الاساسيات ونعمل اللعبه نوعا ما كويسه جدا جدا وتقدر ترفعها على جوجل بلاي، ولكن انا عايزك تشغل دماغك عشان تبقى اللعبه احترافيه اكتر. واول حد هيبعت لي لعبه مطوره عن اللعبه اللي انا عملتها هرفع سكرين شوت باسمه وبالتشانل بتاعته، ولو اقدر ادعمه هدعمه، وهكون شاكر جدا ليه لان هو فعلا بيتعلم شيء مفيد يفيده. يلا بينا نخش في التفاصيل بتاعت الحلقه عشان الحلقه بتاعت النهارده مهمه جدا. اللعبه زي ما انتم شايفين اهي، لو ضغطنا عليها بالشكل ده هنلاقي اللعبه بتاعت الشطرنج بتاعتنا بتبتدي تتفتح. ازاي ممكن اعرف اعمل الصوره اللي قدامكم حالا دي للعبه الشطرنج؟ على فكره دي صوره اهي، صوره ولا بتتحرك فوق ولا تحت ولا اي حاجه، واللعبه كمان تكون متقدمه جدا وتعملها عن طريق التليفون. بص، في البدايه اول حاجه هروح على جوجل وهنزل اي صوره ليها علاقه بلعبه الشطرنج. بعد كده خلينا نفتح التليفون بتاعنا، انا بشرح عن طريق التليفون ما يغركش ده كمبيوتر ده محاكي. نفتح المتصفح بتاعنا ونروح على شات جي بي تي. اوصله ازاي؟ www.chatgpt.com. اضغط على البلس ده وبعد كده هضيف الصوره اللي انا لسه محملها من على جوجل اللي ليها علاقه بالشطرنج، وبعد كده هروح لشات جي بي تي هقول له اكتب لي كود لعبة الشطرنج، وكمان هقول له عن طريق لغات HTML CSS جافا سكريبت. تمام؟ واكتب كل لغة في مربع بشكل منفصل عشان شات جي بي تي يشوف الصورة وفي نفس الوقت يقرأ الكلام ويفهم ويبتدي يكتب لي الأكواد بتاعتي بتاعت HTML وCSS وجافا سكريبت. نرجع بعد ما هو ما يخلص كده. هو خلص. بعد ما يخلص مباشرة هلاقيه مقسم لي الأكواد لكود HTML وكود CSS وكالعادة كود جافا سكريبت. بعد كده هروح اتوجه مباشرة لموقع كود بن، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن بطريقة مباشرة، او ممكن تكتب كلمة كود بن .io زي ما انت ما شايف هيفتح لك الموقع بالشكل ده. بعد كده هبتدي اضغط على الثلاث نقاط اللي هنا دول وبعد كده هقول له ديسكتوب سايت. ممكن تلاقي الثلاث نقاط هنا او هنا. الفكرة كلها ان احنا عايزين نفتح الموقع كأنه كمبيوتر بالظبط. وبعد كده هضغط على كلمة ستارت كودينج عشان ابتدي اكتب الاكواد. بعد كده هرجع لشات جي بي تي وابتدي اخد الاكواد بتاعتي. انا عندي كود ال HTML هبتدي اضغط على كلمه كوبي كود بالشكل ده، وبعد كده هرجع تاني ابتدي انسخ الكود بتاع ال HTML بالشكل ده، وبعد كده هرجع هنا واروح افتح شات جي بي تي واروح لكود CSS وهعمل نفس الكلام كوبي كود، وكالعاده هرجع لكود بن ابتدي احط الكود بتاع CSS. فاضل كود الجافا سكريبت كالعاده هنسخه، وبعد كده هبتدي احط الكود بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان اللعبه تبتدي تنزل. مجرد ما يخلص كودينج هننتظر لحد ما اللعبه تظهر معانا. ثواني كده، المفروض اللعبه تبدا دلوقتي. تمام، اتاكد كده اللعبه بتاعتنا اشتغلت زي ما انتوا شايفين. اقدر اجرب اللعبه اهو، اللعبه شغاله على فكره مفيش فيها اي مشاكل اهو، اللعبه شغاله. خلينا نجرب اللعبه اهو، اللعبه شغاله والاكل شغال، وهنا بيقول لك الدور، وهنا اقدر اضغط على كلمه اعاده البدء عشان ابدا اللعبه من جديد. تقدر تلعب اللعبه بقى مع اخوك او مع اي حد. ازاي بقى نحول اللعبه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي لتطبيق؟ ده اللي احنا هنعمله او هنتعلمه دلوقتي. هنروح بعد كده لموقع اسمه Edit Pad. الموقع ده وظيفته ان احنا هنبتدي نحفظ الاكواد بتاعتنا. طيب
كالعاده هروح امسك الكود بتاع شات جي بي تي، هروح لشات جي بي تي وابتدي امسك الكود بتاع الاتش تي ام ال، هنسخ الكود بتاع الاتش تي ام ال وهروح لموقع ايديت باد وابتدي انزل الكود بالشكل ده. وبعد كده هضغط على العلامه دي بتاعه الحفظ بالشكل ده، بيقول لي عايز تعمل داونلود، اسم الملف الاولاني هيبقى فايل دوت تكست، هقول له داونلود. كالعاده هعمل نفس الكلام على السي اس اس والجافا سكريبت، هرجع لشات جي بي تي وبعد كده هروح على السي اس اس كوبي كود وبعد كده احط كود السي اس اس، وكالعاده هضغط على المكان ده عشان ابتدي اعمل حفظ. يبقى كده الملف بتاع السي اس اس متسجل بفايل واحد دوت تكست. ركز معايا كده، فاضل الكود بتاع الجافا سكريبت. كالعاده هرجع لشات جي بي تي وانزل تحت كده للجافا سكريبت واضغط على كوبي كود للموقع بتاع ايديت باد وانزل له الكود بتاع الجافا سكريبت بالشكل ده. بيبتدي هو يعد، خلينا ننتظر مع بعضينا، وبعد كده هضغط على المكان ده وبعد كده الداونلود. كده انا سجلت ب3 ملفات. حلو قوي، كده انا خلصت يعتبر الجزء الاولاني. حلو قوي. بعد كده هنزل الفايل مانجر لو عندك او ما عندكش. لو عندك خليك بالفايل مانجر بتاعك، لو ما عندكش هتنزل الفايل مانجر عن طريق جوجل بلاي. وبعد كده هبتدي انزل التطبيق اللي اسمه زد ارشيفر ده، هكتب لك الاسم بتاعه، ممكن برضو تنزله عن طريق جوجل بلاي. طيب هبتدي اضغط على زد ارشيفر بالشكل ده، هو بيتفتح معانا بالشكل ده. هو عندي الملفات اتحفظت في الداونلود، فابتدي اضغط على الداونلود وبعد كده هلاحظ ان عندي ال3 ملفات اللي انا نزلتهم، الفايل والفايل 1 والفايل 2. هبتدي اضغط على الملف الاولاني كده الفايل 1 وبعد كده هضغط على كلمه رينيم بالشكل ده، وبعد كده ابتدي احدد الكلام كله وهسميه، ركز معايا، هسميه index.html index.html وبعد كده اوكي. ده كده الملف الاولاني. فاضل الملف الثاني، هروح اضغط عليه كده، هو ملف السي اس اس وبعد كده رينيم وبعد كده هسميه stylus.css وبعد كده اوكي. كده متبقي الملف الاخير اللي هو بتاع الجافا سكريبت، هضغط عليه كده وبعد كده هضغط على رينيم واروح اظلل الكلام ده كله وهسميه script.js بالشكل ده وبعد كده هضغط على اوكي. بعد كده هضغط على البلاس ده وبعد كده المكان بتاع الفايل ده وبعد كده مثلا هسميه جيم 1 مثلا وبعد كده اوكي. المفروض ان انا بقى انسخ ال3 ملفات دول، انسخ الملف الاولاني بالشكل ده كوبي وبعد كده الملف الثاني كوبي، حطهم كلهم في جيم كوبي وبعد كده في جيم. حلو قوي، كده انا نسخت ال3 ملفات. مفروض ان انا خلاص اعمل عمليه ضغط بقى للملف. يعني ايه ضغط؟ يعني هضغط على الملف ده كده يعني بالتليفون، افضل مثبت ايدي عليه وبعد كده هقول له compress to ZIB. تمام، هضغط عليه كده عشان اتاكد ان هو بقى ZIB. كده بقى اسمه game1.zib. كده احنا خلصنا التطبيق بتاعنا ده اللي احنا محتاجينه، ده الملف اللي احنا هنحتاجه. طيب ايه اللي المفروض اعمله بعد كده؟ هرجع بعد كده للمتصفح بتاعي وبعد كده هروح لموقع تاني هوست. ده الموقع اللي احنا هنستخدمه اسمه تاني هوست. وبعد كده هضغط على ابلود فايل دوكيومنتس وبعد كده هروح لفايل مانجر واروح لداونلود game1.zib. هو ده هبتدي احدده بالشكل ده وبعد كده بيقول لي حط لي الايميل بتاعك وبعد كده كونتينيو. تمام، هو كده خلاص شبه خلص. خلينا نجرب. تمام، اللعبه اشتغلت زي ما انتم ما شايفين كده. انا خلاص عملت اللعبه. ازاي بقى احول اللعبه دي لتطبيق؟ ركز معايا عشان النقطه اللي جايه مهمه ومهمه جدا. بعد كده هننتقل مباشره للموقع اللي هنعمل اللعبه منه تطبيق، وهو موقع اونلاين اب ميكر. حلو قوي، ركز معايا عشان التفاصيل اللي جايه دي مهمه عشان نقدر نعمل التطبيق. اول حاجه هعملها هروح احط اليو ار ال اللي انا خلاص يعني نزل لي بتاع الموقع. نيم انا هسميه مثلا شيز مثلا اللي هي لعبه الشطرنج، وبعد كده ده الميجور فيرجن اللي هو النسخه، ده التطبيق ده النسخه بتاعتها ايه. الكمباني نيم مثلا هنا هسميه مثلا تشيز مثلا، وكده خلاص. بعد كده ناقص ان انا اختار ايقونه للعبه او اجيبها لك ازاي، اللي هي الايقونه اللي بتضغط عليها بتاعه التطبيق. اجيب الايقونه بتاعه التطبيق، اجيبها منين؟ ركز معايا. بعد كده هروح لموقع فلاكشن وبعد كده هبتدي اكتب له اي حاجه ليها علاقه بالتطبيق بتاعي. انا التطبيق بتاعي اللي هو ليه علاقه بالشطرنج، فاكتب له جيسس مثلا جيم مثلا، وبعد كده هبتدي اعمل سيرش
يبتدي يفتح لي الاف التطبيقات اللي ليها علاقه بالشطرنج. ممكن اختار اي واحد زي وليكن مثلا ده فري داونلود. هنرجع تاني للموقع وبعد كده هضغط على سيت ايكون هنا كده، وبعد كده هضغط على جاليري وهضغط على الايقونه بتاعه اللعبه كده. هو خلاص انا عينت ايقونه للعبه بتاعتي. نيكست. وبعد كده هضغط على كلمه ميك اب. بيقول لي لازم تعمل اكونت، خليني اعمل اكونت بسرعه. وبعد كده هضغط على كلمه ريجستر. تمام، هو هنا خلاص بيعمل التطبيق. خلينا ننتظر مع بعضينا. خلاص هو بيعمل البروجكت دلوقتي، هنستنى مع بعض لحد ما التطبيق يخلص. تمام، بعد كده هضغط على كلمه داونلود اول فايل زيب داونلود. تمام، مجرد ما هنزل اللعبه هلاقي اللعبه نازله بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. ابتدي اضغط على اللعبه كده، هي نزلت خلاص زد اي بي، وبعد كده هقول له اكستراكت هير عشان يفك لي الضغط بتاع اللعبه. ماشي، اللعبه خلاص كده اتفكت. اضغط على اندرويد وبعد كده هضغط على اللعبه، هلاقي الايقونه بتاعتها حتى محفوظه هنا زي ما انتم شايفين. هضغط عليها بالشكل ده وبعد كده هضغط عليها انستول وبعد كده هضغط عليها جاست وان. تمام، زي ما احنا شايفين كده بعد ما عملنا تثبيت اللعبه زي ما انتم شايفين اهي، لو ضغطنا عليها بالشكل ده هنلاقي اللعبه بتاعت الشطرنج بتاعتنا بتبتدي تتفتح زي ما انت ما شايف اهي. اللعبه شغاله كده الحمد لله. اللعبه يعني اثبتت نجاحها زي ما انت ما شايف اهي. اللعبه ناجحه الحمد لله من غير اي مشاكل. الدور الاسود كده انا اقدر اكل بالاسود والابيض زي ما انت ما شايف كده. العسكري ممكن هنا ايه يفضل يخش وياكل ويقش اهو اهو زي ما انتم ما شايفين كده. انا برضو ايه مش حريف شويه في الشطرنج. الدور الاسود اهو. المفروض العسكري ده كده اخره هنا. اتحرك بالشطرنج كده كده. اللعبه شغاله كده. ان شاء الله الحلقه الجايه هعرفك ازاي نعرف نحط الاعلانات. طبعا احنا فهمنا خلاص ازاي نسطب اللعبه. بتفك الضغط وبتختار الملف بتاع الاي بي كي اللي جوه الاندرويد بس. بعد كده اللعبه بتتسطب بس كده. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. ان شاء الله الحلقه الجايه نحط الاعلانات. يلا مع السلامه.